السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بناء على طلب واحدة متابعة معايا في القناة، طلبت مني ان انا اعمل لها العيش الافغاني اللي هو التميس الافغاني. تمام. فعملته لها ويا رب يعجبها ان شاء الله. بجد طعمه تحفة، والعيش معايا طالع تحفة وهش وجميل ومفرغ، والعجينه بجد كانت ناجحه معايا وحلوه جدا. لو اول مره تشوف القناه متنساش القناه لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نشوف المكونات معايا دي كده نص كوبايه من الميه الدافيه، عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، او ممكن تجيبي اللي هو الباكت اللي بتباع جاهز دوت وتحطيه في نص كوبايه الميه. هنزل على المية الدافية طبعا على الخميرة بمعلقتين من السكر، وهقلبهم كويس كده عشان اسيب الخميرة بتاعتي تختمر مع السكر وتعلى معايا شوية. على ما الخميرة بتاعتي اركنها على جنب كده والخميرة تختمر، هحط بقى في البولة اللي معايا، هنزل بقى بالمواد السائل الجافة اللي معايا كده معلقتين من اللبن البودر. تمام. بيخلي طعم المعجنات معايا حلو جدا. نزلت كده بربع معلقة من الملح، وهنزل كمان بمعلقة من الخل. جبت كمان ازازة الزيت، وهنزل كده بثلاث معالق من الزيت معايا على المكونات اللي معايا دي كده، طبعا عشان العجينة معايا تبقى طرية وهشة وحلوة. معايا اللي في العلبة دي 4 كوبايات من الدقيق. بدأت ان انا اقلب. بعد خلاص ما الخميرة معايا اختمرت ونجحت معايا، هنزل بقى عليها كده بالمكونات اللي معايا دي كده في البولة كله مع بعضه. تمام. هخلط كده المكونات كلها مع بعض، وهنزل عليها بنص كوباية من المية كده. هننزل بالمية تدريجي مع بعض، مش هنزل بيها مرة واحدة. نزلت كده ب4 كوبايات الدقيق، وهبدأ ان انا اخلط كده العجين بتاعي كله مع بعضه مع المكونات كلها اللي نزلت بيها بالشكل ده. هبدأ انزل بالمية تدريجي حسب ما العجينة تحتاج معايا. والعجينة كده كانت خلاص، ما عدتش زودت لها مية، كانت معايا كويسة جدا، خلاص مش محتاجة مية تاني خالص. هبدأ بقى كده ان انا اعجن في العجينة كويس جدا، والم العجينة لغاية ما العجينة معايا تبقى مخدومة كده. خلاص العجينة معايا بقت تمام. هلمها كده وهنزل بقى بشوية كده من الزيت تحت في البولة، عشان ابدأ الم العجينة معايا وتبقى ملسة معايا وتبقى حلوة جدا. هحطها كده واغلفها في الزيت اللي انا نزلت بيه كده. وكده خلاص العجينة معايا بقت جاهزة ان هي تختمر معايا. هبدأ بقى ان انا اجيب استرتش كده واغطي بيها البولة بتاعتنا اللي موجودة معايا. تمام. عشان العجينة بتاعتنا تختمر وتبقى كويسة جدا. هغطيها بقى هسيب العجينة معايا تختمر لمدة ساعة. وبعد ما عدت الساعة معايا زي ما احنا شايفين العجينة بتاعتنا اختمرت وبقت حلوة جدا بالشكل ده كده. هبدأ ان انا افرغ منها الهواء اللي موجود فيها. هرش كده رشة من الدقيق بسيطة جدا عشان ابدأ انزل بالعجينة بتاعتي وافردها كويس جدا. هقطع العجينة اللي معايا على 3 قطع، كل قطعة معايا هتعمل رغيف حلو جدا من التميس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. متنسيش بقى تحطي اللايك للفيديو بتاعك. تمام جدا. سويهم كويس جدا. هبدأ اجيب فوطة نظيفة وهغطيهم 5 دقايق عشان يختمروا معايا. بعد ما العجينة ارتاحت معايا لمدة 5 دقايق، جبت كده صينية مدهونة كده عليها رشة من الدقيق، حطيت عليها قطعتين من العيش بتاعنا، وهبدأ اشتغل في القطعة التالتة اللي موجودة معايا. هرش كده رشة بسيطة جدا من الدقيق، وهبدأ ان انا افرد العجينة دي كويس جدا. طبعا معايا نشابة او المردانة زي ما بتسميها. هفرد العجينة بتاعتنا بالسمك يكون رفيع، مش عايزاها سمكها تخين زي ما احنا هنشوف كده بالظبط.
طبعا الحجم بقى اللي انت عايزاه. تمام جدا كده. هبدأ ان انا اجيب بقى معايا صينية، وهكون دهنة الصينية شوية من الزيت وشوية من الدقيق. هبدأ ان انا احط بقى العيش بتاعي كده، العجينة بتاعتنا في الصينية، واسكنها حلو جدا، وهساوي الحروف بتاعتها كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. خلاص العجينه بقت معايا متساويه ب... يعني بطراطيف كده، صوابعك كده. هنبدا ان انا نعمل بالعجينه، نخرم العجينه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مش حابه تعمليها، هنجيب شوكه وهنعملها مع بعض بالشكل اللي احنا هنشوفه. جبت الشوكه معايا، بدات ان انا اخرم في العيش بتاعي بالشكل ده. طبعا حتى بعد التسويه بتاعه العيش هيبقى معايا الشكل بتاع الشوكه موجود معايا بعد التسويه، هيبقى شكلها حلو جدا. معايا كمية من اللبن ومعايا فرشة. هبدأ ان انا اسقي العجينة بتاعتي باللبن اللي موجود معايا بالشكل ده. ومعايا طبعا للوش حبة البركة، ومعايا سمسم محمص، هرش شوية من دي وشوية من دي. طبعا حبة البركة حلوة جدا، وفوائدها طبعا كلنا عارفين فوائد بتاعتها هايلة جدا. كده تمام. الصينية بتاعتنا بقت جاهزة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، من 200 ل 220. تمام. عرف في الوسط لغاية ما تستوي معايا وهنشوف شكلها. دي كده الصينية التانية اللي موجودة معايا. بدأت ان انا اعمل برضو نفس الحركة بالشوكة كده، وهبدأ ان انا اسقيها برضو باللبن. الصينية دي انا هرش عليها سمسم. حابة تعملي التميس بتاعك مسكر، هترش بدل السمسم وحبة البركة، هترش على الوش كده سكر، وهيديكي كرملة حلوة جدا، وهيديكي طعم جميل. تمام كده. كمان الصاج اللي معايا دي اخر قطعة كده كانت موجودة معايا. هبدأ ان انا اعملها بحبة البركة بس. يعني عملت 3 تيميسات كده، واحدة بالحبة البركة، وواحدة بالسمسم، وواحدة ميكس بين الحبة البركة والسمسم. كده تمام. هدخلهم الفرن بقى، وهنشوف بعد ما يطلعوا معانا يبقوا عاملين ازاي. وده كده شكل التميس بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. شايفين حلو جدا جدا. نشوف التسوية بتاعته من تحت. شايفين مع بعض كده. بجد كان هايل معايا وناجح معايا 100%. بجد جميل جدا. هجيب فوطة كده نضيفة، وهغطي الصواني ديت علشان تهدى شوية من الفرن، درجة حرارة الفرن. متنسيش بقى تحطي اللايك للفيديو. شايفين شكل التميس بتاعي بعد ما خلص؟ خلاص كده ال3 تميسات اللي انا عملتهم معاكم حلوين جدا بجد، وكان طعمه تحفة جدا. هقطع معاكم كده قطعة كده من كل واحدة، ونشوف التسوية بتاعتها من ارضية الصينية كده، ونشوف التسوية بتاعتها من جوه. مفيش احلى من كده طبعا، بيتكلم عن نفسه جميل جدا. تسوية ممتازة. شايفين؟ نفتحها كده من جوه. العيش معايا العجينة حلوة جدا، مخدومة كويس جدا ومفرغة، وفيها كمية هوا حلو قوي قوي. شايفين؟ تستاهل منكو احلى لايك. نقطع كمان قطعة كده معايا من التميس اللي بالسمسم. زي ما احنا شايفين كده يا بنات، سمك التميس معايا حلو جدا. حاولي ان انت ما تخنيش التميس بتاعك عن كده، عشان ما يبقاش معجن معاكي وتلاقي العجينة كده من جوه مش تلاقيها طرية كده، مش حلوة. تمام. التسوية بتاعته زي ما احنا شايفين، طبعا بيتكلم عن نفسه. حاجة كده اخر جمال. ده كان الفيديو بتاعنا بقى النهارده. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه، ما تنسوش تعملوا القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين شكله تحفه جدا جدا. طبعا وسليم بقى واقف لي، يلا يا ماما خلصي، وعايز نقفل الفيديو معاكم ويعمل لكم هو باي باي بقى، وحطوا اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.